خبر تيقول باللي قنوات عالمية تداولت واحد الفضيحة من العيار الثقيل والمضحك في نفس الوقت. هذا الخبر نشرته قناة مغربية من بعد ما كشفت خيوط الفبركة الفيديو المتداول عبر القنوات التلفزيونية الجزائرية اللي طبعا كيتحكموا فيها الكاميرانات. المهم هذا الشريط المتداول كيوثق على حسب ما تيقولوا ان محصول القمح الضخم اللي حصدته الجرة الشرقية بمنطقة أدرار الصحراوية، وفي الشريط تيبان فيه عشرات الشاحنات العملاقة بصدد نقل واحد الحصاد ديال السنة. لكن من بعد الأدلة المنطقية والتقنية تبين أن هذا السيناريو من وحي الخيال باش يضحكوا على الشعب ويبان أنهم داروا إنجاز كبير. ايضا من بعد ساعات قليله من نشر هذا الشريط اللي كان عباره عن فضيحه اتضح باللي انه مفبرك باستعمال الذكاء الاصطناعي، الشأن اللي خلى مجموعة من المختصين كيدليو بأدلة كتأكد هذا الخبر، ومن ضمنها إبرام الجزائر قبل أشهر قليلة أكبر مناقصة في تاريخ البلاد لاستيراد القمح، إلى جانب تعاقدها مع شركة إيطالية في بداية شهر فبراير الماضي من أجل الإشراف على مشاريع فلاحية في الجنوب. زيد عليها الجفاف اللي سيطر على مناخ الجارة الشرقية طيلة السنوات الماضية. هاد الشريط كيساهم في واحد النسبة ديال الغباء من صناع الشريط المزعوم في تلميع شكل البنية التحتية لمنطقة أضرار المعروفة بطرقها المهترئة بعد ما صمموها باستعمال الذكاء الاصطناعي، الشيء اللي خلى وأثار استغراب حتى الجزائريين نفوسهم، خاصة سكان منطقة أضرار.